في 22 ديسمبر 2011 اتلتيكو مدريد بيعلن إقالة المدرب مانزانو بعد بداية كارثية وخسارة 7 مباريات والتعادل في 4 في 16 مباراة في الدوري. بعدها بيوم واحد بيعلنوا تعيين دييجو سيميوني كمدرب للفريق، وده كان اختيار غريب جدا لأنه بالرغم من بداية سيميوني القوية جدا كمدرب والفوز بالدوري الأرجنتيني 2005-2006 مع استوديانتس اللي ما كانش حقق الدوري لمدة 23 سنة، انتقل بعدها لريفر بليت والمرة الثانية بيحقق الدوري الأرجنتيني موسم 2007-2008. لكن بعدها مسيرته انحدرت بشكل رهيب. درب فريق اسمه سان لورينزو في الأرجنتين برضه، لكن أكبر إنجاز حققه معاهم كان المركز السابع. في موسم 2010-2011 تجيله فرصة التدريب في الدوري الإيطالي من بوابة فريق كاتانيا. سيميوني عمل معاهم فترة كويسة جدا رغم انه استلم النادي في نص الموسم وهو بيصارع على الهبوط، نجح انه ينهي الموسم في المركز ال13 وينقذ النادي من الهبوط. ومع ذلك في نهاية الموسم قرر يرحل بعد خلافات مع رئيس النادي عشان يرجع مرة تانية للدوري الأرجنتيني مع النادي اللي دربه قبل كده نادي ريسينج. في الحقيقة لحد هنا مسيرته كمدرب ما كانتش تشجع انه يدرب اتلتيكو مدريد اللي كان متواجد دايما في البطولات الأوروبية، وقبلها بس بسنتين كان بطل الدوري الأوروبي 2009-2010. لكن الحقيقة اللي شفع لسيميوني انه لعب لاتلتيكو مدريد مرتين قبل كده والجمهور كان بيحبه جدا، واللي حصل بعد كده كان تاريخ. ما خفناش، هجمنا بصدورنا، حاربنا عدونا. ليه؟ لأننا كنا رجالة وكنا واقفين وقفة رجالة. يمكن الناس تشوف ان 2 دوري في 12 سنة رقم ضعيف، بس الحقيقة ان منافسة ريال مدريد وبرشلونة فترة رونالدو وميسي كانت فكرة انتحارية. هو اتلتيكو مدريد كان بيصرف ويشتري لعيبة بمبالغ كبيرة جدا، بس كان الناحية التانية بيبيع كتير برضه وصافي انفاقه بعيد جدا عن ريال مدريد وبرشلونة. غير كده في ال 12 موسم دول ريال مدريد الغريم التقليدي والفريق الاشهر والانجح في المدينة كسب 4 دوري اكتر منه ب2 دوري بس هو ايه اللي يخلي دييجو سيميوني أهم شخصية في تاريخ أتلتيكو مدريد الحديث؟ من ناحية البطولات دييجو سيميوني كان مدرب فاز ب8 بطولات مع الفريق، 2 دوري، 1 كاس الملك، 1 كاس سوبر، 2 دوري أوروبي، 2 سوبر أوروبي، وصل نهائيين لدوري الأبطال وخسر في المرتين على تفاصيل صغيرة قوي. أتلتيكو مدريد في تاريخه كله وصل 3 مرات، مرتين منهم مع سيميوني. سيميوني مش بس هو أكتر مدرب فوزا بالبطولات مع أتلتيكو مدريد، لا ده كمان وهو لاعب قدر يفوز بالدوري والكاس مع اتلتيكو مدريد في موسم 1996-95 وسجل في الموسم ده 12 هدف رغم انه كان لاعب وسط بيميل للدفاع، وده كان الدوري الاول لاتلتيكو مدريد بعد 19 سنة غياب. وللمفارقة اتلتيكو مدريد ما قدرش يفوز ببطولة الدوري لحد ما سيميوني نفسه قدر يرجعه في 2013-2014 بعد 18 سنة غياب. يمكن ناس كتير ما بتحبش سيميوني بسبب شخصيته الصدامية وطريقة لعبه اللي بتعتمد على الدفاع، إلا إن محدش يقدر يختلف إن سيميوني هو اللي رجع أتلتيكو مدريد مرة تانية للقمة في أسبانيا وخلانا نحس إن في نادي تالت غير ريال مدريد وبرشلونة، ده غير إنه رجعهم مرة تانية للواجهة الأوروبية وخلى أتلتيكو مدريد منافس قوي في دوري أبطال أوروبا وكان ممكن يفوز على الأقل ببطولة من البطولتين اللي خسرهم، ده غير إنه لما لاعيبة كتير وباعهم بأرقام كبيرة، وده اللي خلى أتلتيكو مدريد قوة شرائية كبيرة رغم إنه فعليا صافي انفاقه قريب من الصفر. لذلك أنا بعتبر دييجو سيميوني آخر مدرب من ريحة أليكس فيرجسون، وأتمنى أشوفه مكمل مع أتلتيكو مدريد لسنوات قادمة. سلام. الوضع يبقى عامل إزاي؟ الوضع إيه دلوقتي؟ الوضع إيه مش فاهم. الوضع إيه المشكلة يعني أنا مش عارف يعني إيه الوضع إيه يعني؟ أمشي يعني؟ لا أنا بسأل حضرتك الوضع دلوقتي يبقى ايه؟ الوضع ايه في ايه؟ بسأل حضرتك دلوقتي عن الوضع دلوقتي، حضرتك بعد خسارة النهارده الوضع ايه؟ لا مش هاخد راحتي، اصل هو سؤال بصراحة رخم قوي يعني بجد يعني.